طيب دلوقتي نشوز نعالجه ازاي؟ ربنا ذكره في القرآن. ربنا ذكره في القرآن. حافظ الآية؟ مش حافظ الآية. طب الله عز وجل ماذا يقول؟ أولا في سورة النساء: عظوهن فعظوهن. الموعظه يا اخوانا بتكون بالكلام. يا بنت اتق الله، حرام عليك، ما تخربيش بيتك بايدك، ما تخربيش بيتك بنفسك. لو سمحت ما تسمعيش لكلام اهلك، وانت ما تسمعش لكلام اهلك. انت خاطبها او انت متجوزها، منك ليها كلام، منك ليها مباشره. ما تفضل بقى قاعد عمال تسمع من هنا وهي تسمع من هنا، ونفضل قاعدين عمالين نخرب بيوتنا بايدينا كما فعل الله عز وجل مع اليهود، يخربون بيوتهم بايديهم. وان الموعظه يا اخوانا بتكون لتليين القلوب. لم مش نافع معاها، الموعظه مش نافعه معاها، بتنتقل للحاله الثانيه اللي هو الهجر. وهنا يعني ايه الهجر؟ هل هجر الفراش ولا هجر الجماع ولا هجر البيت ولا اي هجر بالضبط؟ خد القاعده الشرعيه: ما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغه فحده وضابطه العرف. يعني بعض العلماء قال لك تهجرها في الفراش، والبعض الاخر قال تهجر جماعها. طب هجر جماعها ازاي؟ ده حق شرعي بينك وبينها. وان التأديب يا اخوانا، التأديب لا يكون يلحق به المعصيه. يعني ما ينفعش ان انا عشان اادبها يكون في ضرر لي عليك او ضرر عليها. ما انت ممكن لما تهجر مثلا الجماع ولا كده، ممكن تروح تزني وهي تروح تشوف راجل غيرك، ودخلنا في ضرر اكبر من اللي احنا اتكلمنا فيه. وراجع الفيديو الماضي اللي هو لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وان التصرف مقيد بالمصلحه. كل ده احنا ذكرناه الفيديو الماضي. طيب يبقى انت الهجر المراد بيه ايه؟ كل ما يصلح امر المرأة يصح ان هو يكون فيه هجر. لو انت لقيت ان الهجر الكلام ينفع معاها، اهجر الكلام. لو انت لقيت ان الهجر في الفراش ينفع معاها، اهجر الفراش. لو انت لقيت ان هجر البيت، يعني ما تنامش معاها في نفس الغرفة، افعل ذلك. لو انت شايف انك تسيب لها البيت خالص، افعل ذلك. هتيجي تقول لي طب ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاويه بن حيده: لا تضرب الوجه، اوعى تضرب الوجه، وده هيجي معانا، ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. هرد عليك اقول لك طب ما هو النبي آل من نسائه شهرا، ساب البيت لنسائه شهرا لما طلبوا زياده النفقه. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان كل ما يصلح امر المراه افعله، طالما ان لا يتعدى الحدود الشرعيه. علمت؟ يبقى لا حد لأقل ولا لأكثر للهجر في العلاقة الشرعية أو التأديب المرأة، يعني داخل البيت، خارج البيت، في الفراش، خارج الفراش. والأفضل إن هو يكون في البيت يا أخوان. نصيحتي الأفضل إنه يكون في البيت، علشان خاطر ما يبقاش فيه نزاعات وشقاقات، وتبقى بقى تسمع منها وتسمع من أمها وأنا أسمع من أخويا وأمي وندخل الشياطين. الأفضل يكون في البيت وما يكونش قدام الأولاد، علشان خاطر ما يحصلش عندهم مشاكل نفسية بعد ذلك.